ربما من الجانب البدني ما همش بنفس المستوى. مثلا نعطيك فقط البطوله التونسيه ولا المغربيه، لانه معدل التدريبات ما هوش نفسه. مثلا اللاعب الجزائري يدرب زوج سوايع في النهار يروح للدار، ميم با زوج سوايع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا الفيديو اخوتي غادي نشوفوا الاعلام الجزائري كيفاش كيتكلم على المغرب. قال لك سيدي البطوله المغربيه احسن من البطوله الجزائريه بمئات المرات. يعني قال لك الناس في المغرب كيترينيو ساعات كثيره، حنا قال لك في الجزائر اللعاب هنايا في الجزائر كيتريني ساعتين يعني كيمشي لدارهم. تما قال لك فين كاين يعني من الناحيه البدنيه تما فين كاين الفرق. هنا قال لك حنا ما عندناش هاد التكتيك هذا، واللعابه عندنا دغيا كيعيا وبزاف ديال الامور. المهم ما نحرقوش المراحل، خليكم مع الفيديو. زائد حاجه اخرى قال لك سيدي التشكيله اللي عطى جمال بالماضي يعني خصها دي كاس افريقيا، لا غبار عليها. قال لك تشكيله قال لك مثاليه وفيها نجوم وهادي بزاف ديال الامور. خليكم مع الفيديو وما تنساوش تخبط لي ديك لايك، بارطاجيو معنا الفيديو باش يوصل كاع المغاربه. خلينا الاراء ديالكم في التعاليق. يلا خوتي نتلاقاو في نهايه الفيديو. أعتقد بأن إبعاد بالرحمة كان لأسباب فنية أم لأسباب تأديبية؟ شوف، الإبعاد أولا هذه القائمة ليست القائمة النهائية نعم. كان المقبل، لذلك ربما كان إبعاد تأديبي. بعده ربما إن تألق اللاعب في المباريات المقبلة مع ناديه ويست هام قد نشاهده يعود ربما. نعم. ولكن أعتقد أنها أكثر منها رياضية محمد، لأنه اللاعب أعطيت له الكثير من الفرص لكنه لم يعطينا على الأقل مباراة واحدة مرجعية. حين نتكلم عن سعيد بالرحمة لا أتذكر أي مباراة مرجعية، ربما باستثناء مباراة السنغال. نعم. التي فزنا فيها مؤخرا بهدف 0. قدم بعض نعم. اللمحات التي كنا ننتظرها من سعيد بالرحمة، ولكن للأسف أتت متأخرة. ما لفت انتباهي أيضا في القائمة محمد هو اللاعبون الذين استدعاهم في وسط الميدان. أمين سأعود إليهم. نعم. ولكن فضل. بعد أن نواصل مع بالرحمة وإبعاده، هل كان منتظرا ميدو؟ بالرحمة لن يعود لتقمص ألوان المنتخب الوطني مع جامعة الماضي. حوزتهم قاعد تعمل. لا ابراهيمي لن يعود. بالرحمة لن يعود. عندكم 3 موا. لا خدمنا سبتمبر اكتوبر نوفمبر 3 ليست. وما تهضروا على ابراهيمي 3 ليست، وانا نقول لكم ابراهيمي ماشي يلعب في ليكيب ناسيونال مع بالماضي. شاك فوا موا جو غان فو بيردي فوالا. الور بن رحمه اليوم باش نقول لك مازال ما غلبناش افريقيا حتى ما يديرش قائمه كاس. لا 3 ليست لعب تنس خلاص الماتش. بالرحمه ايضا اعتقد بنسبه 99.99% مع جمال بالماضي لن يعود للمنتخب الوطني. ما هي الاسباب ميدو؟ اسباب اعتقد بانه اولا رياضيا اللاعب في كل المباريات اللي لعبها هنا با دو ماتش ريفيرونس جوسكا بريزون. لو كانت الاسباب مانيش ننتقد. نعم، لو كانت الاسباب رياضيه لماذا لم يبعد من قبل؟ هل ثانيا ما حدث بينهما هل نمنا واستيقظنا فاكتشفنا بانه بالرحمه لعب 24 مباراه وسجل هدف واحد واداؤه كان متذبذب طيله 8 سنوات؟ هل نمنا واستيقظنا فاكتشفنا هذا الامر؟ اعتقد بانه ما حدث بين اللاعب والناخب الوطني في مباراه مصر كانت القطرة التي أفاضت الكأس. نعم. بين الرجلين، والرجل لن يعود لاستدعاء بن رحمة إلى تربص حتى إلى كأس افريقيا أعتقد. لأنه أمس كان نقدر نقول لك أمس بالك كيما ننتقدوا كيما نقولوا الحق أيضا. أمس بالك سيتي لا ميور كونفيرونس دو بريس تاع جمال بالماضي من نهار جا المنتخب الوطني. كان أكثر إقناع، تحدث تكتيكيا، تحدث فنيا، تحدث جاوب كل واحد على سؤال. واعتقد بانه لو بدا منذ البدايه بهذه الطريقه ما كناش نلحقوا لواحد المواقف صراو في فترات سابقه. نعم. لذلك اعتقد بانه شرح قال لك اليوم باش تقولوا لي علاش ما تجيبش براهيمي، قال لك اسكو براهيمي اليوم افضل من غويري وافضل من عموره. قال لك يفو كومباري كوم سا. قال غويري وعموره راهم افضل بالنسبه ليه، هو راه يشوف بلي راهم افضل من براهيمي وافضل من بليلي على الجهه اليسرى. انت ماذا ترى؟ السؤال هذا وجهه لي كان يدافع عن اللاعب اللي انت ماذا ترى؟ خريج المدرسه الفرنسيه. انت ماذا ترى؟ اختياراته هذه القائمه انا بالنسبه لي قائمه موفقه الى بعد الحدود. بالك لاعب واحد اللي بوتيتر بور دي ريزون ماشي بيرسونال ماهوش صاحبي، لكن انا تعجبني طريقه لعبه اللي هو عبد القهار قادري. ممكن انه كان يستحق احق يتواجد في هذه القائمه بالنظر الى مستواه منذ بدايه الموسم في الدوري البلجيكي. ما عدا ذلك توبا انا كنت انتقدته علانيه وعاود استدعاه، ربما يرى بانه لا يملك افضل منه. بقيه المناصب كلها في المستوى. بعد بوعناني محق لانه لاعب 55 دقيقه لم يلعب. يقول لك دوري ضعيف.
دوري ضعيف كيما تكونش تشوف وحايل فيكم انتم الاثنين ماشي دوري اتفق. ضعيف. ربما اللاعبين ناقصين تكتيكيا اوكي، ربما من الجانب البدني ما همش بنفس المستوى. مثلا نعطيك فقط البطوله التونسيه ولا المغربيه، لانه معدل التدريبات ما هوش نفسه. مثلا اللاعب الجزائري يدرب 2 سوايع في النهار يروح للدار، ميم با 2 سوايع يكتب لك في لونطرينمون 15 30 يبدا 17 خلاص لونطرينمون ساعه ونص، الباقي كله ومن بعد سي على فولونتي دو جوار. كاين اللاعبين اللي يروحوا يدربوا في قاعه تقويه العضلات، يدربوا وحدهم، يدربوا كل لاعب والرغبه ديالو وين راح حاب يلحق. لكن اظن انه هذا الدوري ضعيف وصل الى نهائي الشان الموسم الماضي بلاعبين كلهم محليين. اسمع بن شابر فاز بكأس العرب المنتخبات بوجود لاعبين تقريبا ما عدا بولحي وطهرات والمكونين في اوروبا المنتقلين الى الخليج، كل اللاعبين الاخرين مكونين في الدوري الجزائري. سجل بن شابر والله ما تفوت والله العظيم، وما راحوش وما راحش ابراهيمي وراحوا المحترفين لعبوا في هذيك الدوره، والله ما تتجاوز الدور الاول، وراني مسؤول على كلامي. والله ما تتجاوز، والله ماشي محترفين في مانشستر سيتي، والله ماشي خريجي المدرسه الفرنسيه. وكان بالليلي ثاني في الطوب تاعو. بالليلي وين تفورما في لونس؟ معليش بصح من بعد وين تفورما في الامسيو؟ وين اسمعني ميدو، اسمعني ميدو. شوف ميدو معليش امين خليه يكمل الفكره تاعو. لا امين معليش يكمل الفكره تاعو ونرجع لك. ما يكملش فكره لازمنا. يا امين اسمح لي، انت تكلمت امين واحنا استمعنا اليك، لان ميدو بصدد شرح الفكره تاعو وعندك حق الرد. قصد قيمه حتى من واحد محضر نهضر على كره القدم. انا ما قلتش هذاك ما عيان، راني نقول كره قدم كما راحوش بالليلي وراحوا ابراهيمي ومنا باللي والله غير فكره واضحه الجزائريه ما واش نتاهلوا خويا. والله الدور الاول والله ما نروحوا. قلت لي ربحنا وصلنا لنهائي الشان وربحنا كاس العرب بمنتخب جل اللاعبين من المحليين ما عدا محليين احترفوا في السعوديه. نعم. لم يحترفوا في مانشستر سيتي وليفربول. واللاعبين هذوك اللي جاوا انتيغراو ليكيب بروميير سو كي سون فورمي على لوروب. مثلا طهرات ماشي مدافع بايرن ميونخ، يلعب في الدوري السعودي. لا ابراهيمي كان يلعب في الدوري القطري. واللاعبين اللي ساهموا كي اون بارتيسيبي باش ربحنا لا كوبارا كاع يسوم شامبيون لوكال. بالليلي وين تفورما في لايستر سيتي، مفورمي في لامسيو بالليلي. لا لاعب ممتاز جدا. وفي المنتخب الوطني الاول، وكان في فتره من الفترات افضل لاعب في المنتخب الوطني، وهذا واحد ما يقدر ينحيها له. بونجاح وين تفورما في باير ليفركوزن نو فو يسوم شامبيون لوكال. دونك هادو حقائق. اسمها هاد الشامبيون راه يتمد لي جوار برك لونفيرونمون تاعها اللي خامج. اليوم اللاعب الجزائري يروح يلعب في الدوري الافغاني وما يلعبش في الدوري الجزائري لانه المحيط متعفن. وهذا حقه، لانه لي ماغوي اللي كاين في الشامبيون دالجيري ما تلقاهمش في الموند اونتي. شامبيون هاد لي جوار سون فيكتيم دو لور انتوراج وفيكتيم بالطريقه التي تسير بها البطوله الوطنيه، والضحايا ما يحدث في الانديه. انا خدمت في نادي واني نحكي عن تجربه ومانيش نحكي برك على بالي واش كاين داخل الشامبيون. جو لي فيكو، شفتو عشت فيه وعلى بالي واش كاين فيه. بصح هضرنا نفس الكلام احنا ميدو. انا قلت لك لازم يخرج، انا راني نمشي معاك على بالك راك تعاود في الكلام تاعي. انا مانيش ننتقد في الكلام تاعك. قلت لك اللاعب الجزائري لازم يخرج. انا واش راني نهضر نقول لك لو كان ديت لاعبين من البطوله منا راهم يلعبوا دوك في البطوله، ديتهم لعبت بهم كاس العرب، والله الذي لا اله الا هو راه علم غيب كما يقولوا. بصح نهضروا باش نشوفوا والله العظيم من الدور الاول والله ما نتجاوزوه في كاس العرب ميدو. الشان لعبنا هنا فيه مع الجمهور. تعقيب بسيط اذا ما تاهلش للنهائي مشكل. تعقيب بسيط. فكرتك واضحة أمين وفكرتك واضحة، وكل منكما كان له أسبابه وكانت له دلائله من أجل توضيح فكرته، سواء بن شابير أو ميدو. كلمة بسيطة حتى نختم هذا الموضوع ونمر إلى أمر ثاني. فيما يخص اللاعبين المنفجرين، مثلا لما يكون لاعب ويأكد حقيته، مثلا لو يستعب مرة أو مرتين، نرى أنه لا يوجد متابعة من طرف الرؤساء. هنا في الجزائر اللاعب لما يصبح نجم، مثلا لاعب المحلي لما يصبح نجم، الآن يجب الحفاظ على النجوم. احنا في كل مرة سواء كان ذلك ماديا أو معنويا محمد، في كل مرة يكون لاعبين منفجرين سواء السنة الأولى أو الثانية يستدعوا في المنتخب الوطني، يبدأون بأخذ الألقاب مع فرقهم، تراهم يخرجون سواء في البطولات. اللاعبون المحليون الذين تتوقع وجودهم في قائمة بالماضي المسافرة إلى كأس أفريقيا، في رأيك؟ بنبوط ممكن، وأظن أن لو يوسف بالليلي في الشهر هذا يكمل على نفس المنوال ممكن أنه يكون، لأنه يوسف بالليلي ينقصه المستوى البدني، رتم المباريات، حساسية المباريات.
بولحي يوجد 5 مباريات بالنسبه لفريق شباب الوزداد، 4 على ما اظن في رابطه ابطال افريقيا وواحد في ممكن رئيس وهاب بن بولحي. بالعيد بالعيد يعتبر مدافع متميز محمد، ويستحق التواجد في قائمة الناخب الوطني. لا يقل شأنا سواء على طوبا أو حتى توغاي، ولكن ممكن الناخب الوطني يجب احترام اختيارته، لأنه يؤجر على مهنته هذه، ونحن كمحللين أو حتى أهل الاختصاص يمكننا أن نقوم بالتقييم الشامل والكامل لما نشوف اللاعبين. توغاي مثلا لم نشاهده يلعب في كل مباراة، يأتي في بنك الاحتياط ولم نشاهده يلعب. الى هنا خوتي كتكون نهايه الفيديو. كيف مشيو معنا هاد الناس ضروري خص يدخلوا المغرب في اي حاجه في النقاشات ديالهم، يعني في مشاكلهم الداخل يعني الداخليه خصهم يدخلوا المغرب. دابا هما لاحوا يعني هضروا حتى على لونطريما، بينما لونطريما قال لك في المغرب يعني في البطوله المغربيه النوادي كترينيو ساعات كثيره، فرق بيننا وبينهم. قال لك من ناحيه هاد الامور هادي حنا قال لك لا عندنا غير ساعات يعني ساعتين وكيمشي لدارهم، ما كاينش مراقبه، ما كاينش هادي وزائد سيدي قال لك يعني التشكيله ديالهم اللي عطا جمال بالماضي القائمه النهائيه، بينما تشكيله مثاليه وخصها دي كاس افريقيا وهادي وراكم عارفين بلا بلا. يلا خوتي نتلاقاو في فيديو جديد، كنتمنى تكونوا درتوا لي لايك وبارطاجيو معنا الفيديو، واللي جديد يتابونا معنا. يلا السلام عليكم.